السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن من الله علينا بالانتهاء من تسميع سورة النساء بوصف الآيات، نشير إلى انفرادات هذه السورة، وهي قليلة ليست بالكثيرة، لأن سورة النساء ألفاظ السورة وأحكام السورة قد تكون خاصة بالسورة، فهي ما فيهاش متشابهات مع غيرها كثيرة، وحتى انفراداتها مالها قليلة برضه، لكن فيها متشابهات داخلية يعني مع السورة نفسها. لكن ابتداء سورة النساء مقصدها الأساسي هو بناء المجتمع المسلم. بناء إيه؟ المجتمع المسلم. وهذا المجتمع ينبغي بعد أن شرفه الله بالتوحيد وبترك سبيل المغضوب عليهم كما شرح في سورة البقرة، وبترك سبيل الضالين كما شرح في آل عمران، ينبغي على هذا المجتمع أن يكون متماسكا قويا. فذكر الله في هذه السورة كثيرا من صور العدل والرحمة وحماية الحقوق للضعفاء من النساء واليتامى والضعفاء، فذكر تأسيس التشريعات المنظمة للحياة الأسرية مع بيان التحذير من سبيل المنافقين ومن أساليبهم، وأيضا بيان أحكام الدفاع والجهاد. واضح؟ هذه الصورة من الأهمية بمكان للمسلمين. اشتهر عند كثير من المسلمين أن هذه الصورة صورة المواريث، صورة صعبة للمواريث، ما فيهاش غير 3 آيات، وهذا ليس حقيقيا على فكرة. 3 آيات بتتكلم عن المواريث بس خلاص، يعني مش كل الصورة كما ذكر يعني، لا، صورة مهمة جدا 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 للمجتمع المسلم. فأول لطيفة نذكرها في هذه الصورة في الآية رقم 3: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بالعند في الواد علي لسه ما اتجوزش ومنزل لي بوست عن أقوال الانفراد بالزوجة الواحدة من باب التأمين، يعني بيأمن إيه حياته ونفسه عشان السواطير والحاجات اللي جاية إيه في الجهاز وكده، يعني واخد بالك؟ فالله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذن الشرط الأول للتعدد تحقيق العدل، وهذا أمر يتفاوت فيه الرجال، إذ أنه لم يستطع أصلا أن يحقق العدل مع الواحدة في أمور كثيرة، مع أسرة واحدة زوجة ومع إيه؟ أبناء، فأنى له بتحقيق العدل مع الثانية والثالثة والرابعة؟ بس يعني هي القضية مش شهوة وخلاص، وإن كانت مهمة قضاء الوطر في الحلال، لكن ليست القضية قضاء الشهوة وخلاص. لا، هو في البيت الأول لم يستطع أصلا أن يحسن معاملة المرأة ولا أن يكسبها في صفه، ولا يخرج لنا جيلا من الأولاد كذا وكذا وكذا، أن له بالتعدد. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، فالعدل يكون في المبيت والنفقة. المبيت وإيه؟ مع مراعاة اختلاف الأعداد. يعني هو برضه مش منطقي يكون مثلا متجوز 4 بيت فيه 2 وعيلين وبيت فيه 7، ازاي النفقة هتبقى واحدة؟ ازاي؟
فواحد يقول لي انا بدي هنا 10 قروش وبدي هنا 3 قروش، انت كده ظالم. لا مش ظالم، ما انا لو وزعت ال3 قروش على 2 غير موزع ال10 على ال7. والمساواه غير العدل. المساواه ايه؟ غير العدل. العدل هو الاسمى، هو الايه؟ هو ده بقى العدل. مش انا مالي ده بياخد 10 وانا اخد 10 اللي هي المساواه، لا دي ظالمه. انتوا مركزين؟ ايضا الناحيه الجسديه والعقليه. انت كرجل عقلا ما عرفتش تسيطر على امراه، هتسيطر على 4 ازاي؟ الا في مستشفى المجانين بقى. ما هو برضو سوء استخدام التعدد او تساهل كثير من النساء الان اللي عندهن مال او مسكن او كذا، فتيسر للازواج التعدد، زوجني وما مش هاخد منك حاجه وكذا 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 وكذا، خلى تطبيق التعدد ادى فيه الى مشاكل. فالناس لصقت سوء استعمال التعدد بالتعدد. التعدد ظالم، التعدد كذا، التعدد ماله التعدد؟ ماله؟ هذا شرع الله، لكن لا يحسنه ولا يستطيع كل احد. بس مش صاحبي اتجوز يبقى انا رخر لازم. مين قال كده؟ مين؟ من لطيف هذه الآية فانكحوا ما ولا من؟ ما تستعمل ليه؟ هذا هو المشهور للأسف، أن ما محصورة في استعمالها، ركزوا معي، لغير العقل فقط. لا لا لا، ولصفات العقلاء أيضا. ما تستعمل ليه؟ لغير العاقل إجمالا، ولصفات العقلاء تحديدا تستعمل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لا أنا أتكلم على اللي احنا واقع في مخيلتنا، أن من للعاقل وما لغير الايه؟ لا، وما تستعمل لصفات العقلاء أيضا في اللغة. واضح؟ وأيضا تستعمل لحقيقة الأشياء. قال الله عز وجل في سورة الشعراء حاكيا على لسان فرعون، قال فرعون وما رب العالمين. ركز، ما مش من. صح؟ هل ينفع نقول بقى ان هي مقصورة على ذوات غير العاقل بس؟ لا طبعا، اهو من القرآن اهو، وما طاب لكم يعني الطيب من النساء، الصفة اهو موجودة اهو. وأيضا تستخدم ما للتهويل والتعظيم من الشأن الأمر. القارعة، ما القارعة؟ أيضا تستعمل. واضح؟ اللطيفة الثانية في الآية رقم 9: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الآية وإن كانت نزلت من 14 قرنا، لكن هذا آكد الوقت. معظم الناس الملتزمة المنضبطة خلقيا وماليا ونفسيا وعقليا وبدنيا وكذا، بالنسبة للوسط اللي احنا فيه ضعفاء. فتجد بعض الناس يستقوي بمعارفه. يعني لو حد عمل لي حاجة راح اتصل بسين صاد، انا راح اجيب معرفش ده العين، انا معرفش اعمل كذا. فيكلك الله عز وجل الى نفسك. انتبه، فليتقوا ايه؟
فليتقوا الله. الله هو الذي يحميك ويحمي زوجتك ويحمي أولادك، وأنتم معا وأنتم متفرقون، هو الذي يحميك سبحانه وتعالى. أما الأسباب الأخرى دي أسباب تذهب وقد تكون سببا للظلم. فاتق الله فيما تفعل وفيما تقول، فيحميك الله عز وجل ويحمي أولادك ويحمي ذريتهم. في سورة الكهف التي نقرأها كل جمعة، في وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان، في بعض أقوال من التفاسير، الجد السابع. الأب الصالح ده يعود فيه الكلام للجد مين؟ السابع. حفظ الله الذرية للنسل الايه؟ السابع، بصلاح مين؟ الجد السابع. تخيل ده خد وقت قد ايه؟ لكن كان يدعو بلا خلاف، لو صح هذا القول، كان يدعو لنفسه ولولده ولذريته ولإيه؟ ولذريته. فلا تنسوا في الدعاء هذا: وأصلح لي فيه وذريتي إلى يوم القيامة. ذريتي إلى يوم الإيه؟ إلى يوم القيامة، وما ذلك على الله بعزيز. فعاوز ربنا يحميك، اتق الله عز وجل في نفسك وفي تعاملاتك مع الغير وفي قولك وفي ايه؟ لا تشهد شهادة زور، لا تكذب لتنال بعض المصالح ولا العمل ولا المكافآت ولا الرضا لعبد مثلك. اتق الله عز وجل. لذلك يا أيها الذين، سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم. نأتي إلى آية المواريث، وهنا تحذير. هذه الآية آية أحكام، آية إيه؟ فيراعى فيها الوقف والابتداء. الآية رقم 11: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول يا شيخ ما فيهاش مشكلة، ما أنا قلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طب كمل: فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة. ورحت واقف، إيه اللي هيحصل؟ خربت الدنيا، خربت الدنيا. لازم يا إما أكمل المعنيين، يا إما أقف على كل معنى، يا إما أن أنا أقول فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، ثم أبدأ وإن كانت واحدة فلها النصف، أو أجيب المعنيين إيه؟ معا. طب المقطع اللي بعديه: وإن كانت واحدة فلها النصف وراح ولأبويه، وراح واقف. طب إزاي؟ هي واحدة تاخد النص، طب وأبويه ياخدوا النص منين؟ هم نصين بس، هيجوا 3 انصاص إزاي؟ هو طبعا مش قاصد، بس بوقفه ترتب هذا الحكم هكذا. ففي آيات المواريث أو آيات الأحكام عموما الأولى الالتزام بعلامات الوقف. الأولى الالتزام إيه؟ بعلامات الوقف. أحد الإخوة قريبا كان بيقرأ علي من سورة المائدة، انتبهوا، فبيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وراح واقف على وامسحوا. أقول له ده كلام برضه؟ قال لي فيه يا شيخ؟ ما غلطتش، مركزين؟ ما غلطتش، لأن هو معتاد على إنه ما غلطش في إيه؟ في الحفظ، لكن هو بهدل الدنيا. لأن أول الآية بتقول إيه؟ اغسلوا، صح كده؟ فاغسلوا. هنغسل مين؟ وجوهكم وإيه؟ دول فيهما الغسل، ثم وامسحوا إيه؟ برؤوسكم. الرأس فيها ليه؟ فعطف الوجوه والأيدي للغسل على المسح، يجوز فيها الاثنين.
يلا انت حر، اختر ما تشاء. طبعا لما نبهته قال تقول ان دي آية فيها احكام، ينبغي ان تنتبه الى الوقف والابتداء. ينبغي يا شيخ احمد ان ينتبه الى الوقف والابتداء. طب نركز كده، ربنا بيقول ايه في وصية يوصيكم الله في اولادكم؟ طبعا الله عز وجل لم يوصي احد اي ابناء اي الوالدين بالابناء الا في هذا الموضع بس، والا بقيه المواضع وصيه الله عز وجل للابناء بالاباء الا الارث، لانه اصلا المفروض فطريا يعني فطره الاب والام مش محتاجين يتوصوا، هي فطره. واضح؟ فده الموضع الوحيد. طيب، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، ادي اول توجيه. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، التوجيه الثاني. وإن كانت واحدة فلها النصف، الثالث. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، الرابع. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الإيه؟ الثلث، أدي الخامس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أدي الإيه؟ ليه وقفنا وبدأنا من بعد وصية يوصي بها أو دين؟ ليه ما وصلناش فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين؟ ليه في وقف كافي؟ قال لك لأن كل وصية من دول من بعد وصية يوصي بها أو دين. كل حالة من دول. سيدنا وحضرتك فاتح المصحف؟ حضرتك بسم الله ما شاء الله عليك فاتح المصحف؟ طب مش واخد بالك احنا بنعمل ايه؟ هات المصحف شيء يا سيدنا، هات المصحف. انا بتكلم في سورة النساء يا سيدنا. سبحان الله، انت اصلا باصص في المادة العلمية فين؟ هو انا جبت سير دلوقتي في فرضات النساء؟ انا بتكلم على لطائف اللي في الصورة. انتبهوا من المعنى ده. لو وصل اخر وصيه اخر جزء بمين بعد وصيه يفهم انها خاصه بها هي بس، لكن فصلت كوقف كافي عشان يفهم ان كل وصيه من دول وكانها من بعد وصيه يوصي بها او دين. اي حاله من دول تحصل ده مش هيتحقق، مش هياخذ الحق ده او الارث ده الا بعد الميت، ما لو كان له وصيه او كان عليه ايه. ويضيف الفقهاء مصاريف الجنازه والدفن كمان، ثم بعد ذلك يصير ارثا. بعد ذلك يصير ايه ارثا. لكن الوصيه والدين، طب لماذا قدمت الوصيه على الدين؟ على الرغم ان في الاغلب بيبقى دين، يبقى ايه؟ دين مش وصيه. حد يعرف يقول؟ قل. الله يفتح عليك. لان الدين لا يحتاج الى بيان، الكل يعلم علي دين. حتى صارت اجلس في صلاه الجنازه الى الان فكره انه يقول لو كان والدي او والدتي او اخويا عليه ايه؟ عليه دين بقى ايه؟ بقى عليا. ما بيقولش، ما بيجيش سيره الوصيه، ينساها الناس، فقدمت للبيان. لكن لطيفه فقهيه برضه في موضوع اللي بيحدث الان. يا جماعه لو كان اخويا او والدي او والدتي او ابني او زوجتي ايا كان المتوفى، يعني نوع المتوفى عليه دين فعليا. الناس يظنون ان كده خلاص الميت كده ايه؟ لا، لم تبرأ ذمته بعد. لان غالبا اللي جاب اللي خلى الدين عليه ده ما بيدفعوش دلوقتي. يعني لما يجي حد يقول له طب مثلا معايا شهرين وادفع لك، كده لم تبرأ ذمة الميت لسه، لازم يدفع الاول. لازم ايه؟ يدفع الاول. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هل عليه دين؟
فما رضيش يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشرع بس للامه. فاحد الصحابه قال ايه؟ علي ليه؟ الدين. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقابله بعد ذلك قال هل سددت؟ قال لا. قال لم تبرأ الذمه. لسه ما برئتش، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ده المعنى. بعض الناس بيتساهل في النقطه دي، فاهم انه لما وقت الجنازه وكده خلاص الميت بقى، لا، يبقى بعد الجنازه على طول يسارع في ايه؟ في دفع الدين عشان تبرأ الذمه. انتبهوا. واضح؟ ندخل الى الانفرادات. ولكم نصف ما ترك ازواجكم، اخر الايه رقم 12. وصيه من الله والله عليم حليم. هذه هي النهايه الوحيده. فبعلم الله عز وجل انه يحدث كثير من التحايل في الارث والظلم، زي ما منتشر في بعض القرى والنجوع. البنات ما لهمش كده، بملء فيه كده، ما لهمش، ده للرجاله والرجاله بس. ليه يا عم كده؟ سلوا بلدنا. سبحان الله، عارفش ايه الجرأة دي؟ فبعلم الله عز وجل الازلي ان هذا يحدث فيه هذا، بعد ان ذكر هذه المواريث قال والله عليم بما تفعلون حليم عليكم، لا يعاجل بالعقوبة. ولو يؤاخذ الله الناس بما ايه؟ ما ترك عليها وربك الغفور لو يؤاخذهم، لو ايه؟ يؤاخذهم لعجل لهم العذاب. نسأل الله السلامة. الآية التي تليها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. أيضا هذه النهاية الوحيدة. أيضا هذه الايه؟ هي النهاية الوحيدة. الفرق بين ذلك الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم، يقولون يعني إنه هذا فوز عام، يكون فوز إيه؟ في ذلك الفوز العظيم. أما مع ذلك هو الفوز العظيم يصاحبه تفصيل وتأكيد أكبر. يعني الآيات يكون فيها تفصيل في الفوز مع التأكيد، مع الإيه؟ هذا يكون فوز عام. أما لماذا وذلك بحثت عنها ولم أجد إلى الآن، من باب الأمانة يعني. ليه مع إضافة الواو؟ ما الفائدة الدلالية من إضافة الواو؟ يعني ممكن تكون واو استئنافية، ممكن تكون واو عاطفة، ممكن، بس ما المعنى بقى المترتب على هذا أنا لم أجد إلى الآن. اللطيفة في الآية رقم 19 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا إيه؟ كثيرا. الله عز وجل بعلمه يعلم أن النساء يكثر منهن الوقوع في بعض المشاكل وبعض الطباع بسبب ضعفهن وميلهن القلبي أكثر من العقل. فالله عز وجل يقرر هذا فإن كرهتموهن، يعني كرهتم منهن يعني بعض الأمور يعني، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه إباه. فالإنسان يحمل على غالبه. مفيش حد كامل يا جماعة، مفيش حد كامل، مفيش حياة تستمر لو ما خدناش بالنا من هذه الوصية الإلهية. لا بينك وبين أخيك ولا بينك وبين جارك ولا بينك وبين صديقك في العمل أو في الشارع أو في المسجد. مفيش حد كامل. الإنسان يحمل على غالبه، فإن كان غالبه جيد يعامل في الجيد ويترك الايه؟ السيء، لكن لا يترك كليا. يا شيخ بس والله في بعض الناس فيها صفات منفرة. جميل، صح،
إن كان فيه ما ينفرك ابعد عنه من البداية وخلاص. خلاص. لكن يجب أن يحتمل بعضنا بعضا. مش كل النساء بتعرف شاطرة في الأكل، مش كل النساء شاطرة في توضيب البيت، مش كل النساء شاطرة في الاهتمام بنظافة الولد أو البنت، أو مش كله. تجد دي ممتازة هنا وقليلة شوية هنا، تجد دي كذا وقليلة. ما هي بني آدمة برضه زيك أنت كمان، برضه فيك عيوب، بس عشان أنت فيك معك السلطة، القوامة، الرجال إيه، فأنت بتتصرف زي ما أنت عاوز. طب وأنت؟ ما أنت برضه فيك وفيك وفيك وفيك. زي ما بتتكلمش عشان هي عارفة إن هي إيه، تحتك، يعني مش قادرة. فالرجل عشان معاه القوامة فيعني يقدر، لا انت فيكي كذا وفيكي كذا، طب ما انت راخر فيك، وبرضه هي متحملاك نفس الكلام. فالحياه مش هتمشي كده، مش هتمشي. ومفيش حد عاوز واحد يتجوز واحده ملاك، ولا واحده هتتجوز واحد ملك. يعني ناخد الغالب. الايه؟ الغالب، والا هنفضل قاعدين مخللين، او مفيش حد هيكمل. واضح؟ ناتي الايه رقم 23. هذه الايه ايه طويله، بدات بقوله تعالى: حرمت عليكم. ذكر الله فيها انواع المحرمات ثلاث. محرمات كام؟ ثلاث. عدوا معي. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات بس اقف هنا. ده القسم الاول من المحرمات، النسب. اقف هنا، ابدا. وايه كمان؟ وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه. اقف. ده القسم الثاني، محرمات الرضاعه. ثم وامهات نسائكم وربائبكم لاخر الايه، ثم مع اول الايه التي تليها: والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. دي اسمها محرمات المصاهره. محرمات ايه؟ المصاهره. يبقى كم قسم؟ ثلاثه. نركز كده، ثلاثه. الايه طويله، فالامام ابن الجزري في التمهيد يشير الى انه من الاجمل لاستحاله او صعوبه انك تاتي بالايه كامله، انك تقف عند محرمات النسب، ثم تقف عند محرمات الرضاع، ثم تبدا بالمصاهره الى ان تنتهي. فوانت بتصلي بالناس فرقت بين النوع الاول والنوع الثاني، والنوع الاول والثاني تستطيع ان تاتي بهما في نفس، يعني الاول ثم الثاني، ثم طول الثالث بمفرده على حسب ما يقدر الله ايه لك. يبقى انت كده في وقفك وابتدائك، اذ انك ستقف. وهو يقول هكذا بالجزر: والكل معطوف. الكل ايه؟ على حرمت، البناء لما لم يسمى فاعله. لذلك والمحصنات جاءت مرفوعه لانها معطوفه على، بالضبط كده، على نائب الفاعل المعطوف لغايه اول شيء ايه؟ امهاتكم. كل اللي جاي ده بقى معطوف عليه. لذلك لا يبدا، لا ايه؟ لا يبدا لا في الصلاه ولا في تحفيظ الطالب جديدا. والمحصنات من النساء مالهم؟ لو بدانا بيها منفرده مالهم؟ مش حاجه. لكن لما اصل يبقى انا كده عطفتها على محرمات الايه؟ المصاهره. يبقى الايه دي بتتكلم عن كم قسم؟ انواع المحرمات الثلاث. الاول محرمات مين؟ لغايه فين؟ وبنات الايه؟ الاخت. ثم محرمات الرضاعه فين؟ ثم بعد ذلك محرمات الايه؟ المصاهره. ناتي الى الايه رقم 47. اولها: يا ايها الذين اوتوا الكتاب. الايه الوحيده التي تبدا بالنداء للذين اوتوا الكتاب، الوحيده.
وهناك آية وحيدة نداء للكفار، حد يعرف يجيبها؟ تقول ايه؟ بتقول ايه؟ في التحريم: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا الايه؟ اليوم. خلونا بقى في النساء. دي الآية الوحيدة اللي النداء لمين؟ للذين أوتوا الايه؟ قال بعض أهل التأويل لأن من أوتي العلم بكتاب سماوي كالتوراة وكالإنجيل يفترض أن يكون أسبق الناس للإيمان بنبي الإسلام، لأنه موجود عنده الصفات، موجود عنده إيه؟ فنادى الله على الذين إيه؟ مش العوام، مش كل بني إسرائيل، لا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا لأن عندكم صفات وبيان هذا النبي. أنتم منتبهين؟ اللطيفة الأخيرة، وإن كانت الصورة ملأة بصراحة، بس هذا هو مفيش متشابه انفراد تاني، لكن آخر لطيفة ونختم بها. نعود إلى الآية رقم 41. قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذات مرة أن يقرأ عليه القرآن كما عند البخاري، فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من إيه؟ من غيري. إذن استدل بعض أهل العلم على جواز أو استحباب سماع القرآن من الغير بشرط الإتقان. شرط الإيه؟ الإتقان. وعبد الله بن مسعود هو من هو، لا يحتاج إلى تفصيل كثير في هذا الصدد. طب حضرتك بقى متقن وبتنزل المسجد متأخرا كعادة الكثير، فيخلص الصلاة يقطع في الإمام، ده غير إنه لو بيصلي مش مفوت له بقى مش تصلي كويس، مش تعرف تعمل كده. طب ما تنزل بدري وتصلي انت يا مولانا وأرحنا من هذا الجدال. لكن هو اصلا بيجي متاخر مش عاجبه. طب انت عارف ان انت متاخر والذي يصلي بامام هنا على قدره، لا تسكت يا تريحنا ما تصليش في المسجد ده خالص وروح صلي في مسجد تاني، لكن لا تثر بلبله. الله، مش ده منطقي؟ يا تاتي تصلي انت يا تصمت يا ترحل. خلاص ما نعملش بلبله على الفاضي. يبقى اذا يجوز استحباب سماع القرآن من الغير بشرط الايه؟ الاتقان. يقول: فافتتحت سورة النساء، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فافتتحت سورة النساء حتى وصلت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فالتفت فإذا بعيني النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان. استنبط أهل العلم من الوقف والابتداء جواز القطع على الكافي. الوقف الايه؟ الكافي. اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدر، على الرغم من انه لم يتبقى على المعنى التام الا آية، الآية التي تليها: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. خلاص المعنى خلص. وندعى كده: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جرما لاخر الآية. فاستدل اهل العلم على جواز القطع على الكافي من هذا الايه؟ الحديث. والوقف التام، انواع الوقف التام والكافي والحسن والقبيح، هو الدرس الوحيد باقسامه الذي على كل قسم فيه دليل من السنه. الوحيد المتفق على هذا. لما؟ لنتكلم عن المعنى. فمن اين اتيت بالوقف وانواعه وكذا؟ ده الباب الوحيد اللي كل قسم فيه عليه ايه؟ دليل. بقية الأبواب إما أن الأدلة ضعيفة جدا سندا
ولا يوجد إلا دليل واحد صحيح متفق عليه في المد عند البخاري، لما جاء قتادة رضي الله عنه وسأل أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت قراءته مدا. هيتسأل، هيجي سؤال تاني ليه؟ هو نفس اللسان، نفس الأحكام، ما عدا زيادة زمن الغنة وزيادة زمن الايه؟ لأن شوفوا أنس رضي الله عنه وصف القراءة بإيه؟ كانت مدا الذي لم يعهدوه. بس ما دون ذلك معظم الأدلة اللي موجودة في موضوع الاستحباب في أي حاجة في القرآن معظمها السند بتاعها ضعيف، إلا الوقف ليه؟ الابتداء، للدلالة على خطورة هذا الايه؟ هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.